في فيديو سابق على هذه القناة شرحنا حقيقة الجدار العسكري المغربي، فقلنا من بين ما قلناه أنه جدار كان من إبداع الراحل الحسن الثاني باش يحمي التكنات العسكرية المغربية ومعها القرى والمدن اللي في الصحراء اللي كانت كتعرض للهجمات ديال مقاتلي جبهة البوليزاريو اللي كانوا خايدين حرب عصابات ضد المغرب بدعم من الجزائر وليبيا وكوبا وغيرهم دول المعسكر الاشتراكي. وشرحنا في الفيديو أن الجدار استغرق البناء ديالو حوالي 7 سنوات ومر بستة المراحل على طول 2700 كيلومتر، كما أن هذا الجدار هو اللي ميل كفة الحرب لصالح المغرب بعد ما قضى بالتمام على الهجمات المباغتة ديال مقاتلي جبهة البوليزاريو. لكن اليوم ومن بعد مرور حوالي 40 سنة على بناء الجدار الرملي اللي كانت الحراسة ديالو مهمة شبه مستحيلة وكتطلب آلاف الجنود ودوريات مستمرة ومواجهة قساوة الطبيعة والتكتيك ديال ميليشيات البوليزاريو اللي كانت كتعتمد حرب العصابات وضربوا هرب، يعني يتسلوا يضربوا شي نقطة ويهربوا في جنح الظلام ولا واستعجاج شيء غادي كل هذا غادي يتغير وفق قواعد الحروب الحديثة. هذا التكتيك ولا بمثابة انتحار حقيقي. كيفاش؟ الجواب هو الجدار الذكي. إليك كيفاش الذكاء الاصطناعي والدرونات قلبوا الموازين في منطقة الجدار الرملي. المغرب حول الجدار الرملي من مجرد حاجز مادي لشبكة عصبية حساسة بزاف. دابا الجدار مجهز برادارات متطورة، كاميرات حرارية ومستشعرات أرضية مربوطة بأنظمة ذكاء اصطناعي. هذه الأنظمة كتحلل البيانات على مدار الساعة. الأهم من هذا الشيء هو أن الذكاء الاصطناعي كيقدر يفرق في ثواني بين تحرك ديال قطيع ديال الجمال ولا حيوانات برية وبين السيارة رباعية الدفع ومجموعة مسلحة كتحاول تقرب من المنطقة العازلة. ما بقاش الجندي محتاج يراقب الانذار لساعات، النظام هو اللي كيعطيه الانذار بدقيق، وبمجرد ما النظام كيرصد شي تحرك معادي وكيتأكد منه كيجي الدور ديال اضطراع الضريبة. في هذه اللحظة ما بقاش كيتم إرسال دوريات راجلة أو دبابات اللي ممكن تتعرض للكمين. عوض هذا الشيء كتدخل الدرونات الانتحارية بحال هاروب الإسرائيلية وغيرها. هاد الدرونات كتبقى تحوم في السماء بصمت وكتتسنى اللحظة المناسبة، وبمجرد ما كيتعطى الأمر كتنقض على الهدف ديالها بدقة عالية وكتفجره. النتيجة تحييد الخطر في دقائق معدودة وبصفر خسائر بشرية في صفوف الجيش المغربي. هذه المراقبة الذكية زائد الدرونات الانتحارية خلقوا واحد الرادع نفسي وتكتيكي عند الخصوم. أي محاولة لدخول المنطقة العزيلة شرق الجدار ولات كتعني كشف فوري واستهداف دقيق. هاد الشيء شل الحركة ديال الميليشيات ديال البوليزاريو وخلى المنطقة العازلة أرض محرمة عليهم تماما، وفرض واقع ميداني جديد كيأكد السيطرة المطلقة بلا ما يتحرك جندي واحد من بلاصتو. الجدار الرملي اليوم ما بقاش غير رمل وحجر، بل ولا منظومة تكنولوجيا معقدة كتحرص على الخوارزميات. هاد التفوق التكنولوجي عطى للمغرب أفضلية استراتيجية كبيرة وخلى الجزائر والبوليزاريو قدام تحدي عسكري من نوع جديد. سلاحهم التقليدي فيه ما بقاش واكل.